أن هذا الاقتراح يحل إشكال ويرفع الحرج وينصف كل شاب كويتي لأخذ بدل الإيجار. أولا تم رفع بدل الإيجار إلى 150 دينار حتى يكون بدل الإيجار يعني يخفف من عبء الإيجار على الشباب الكويتيين. وجاء هذا أيضا متزامن مع تعديل عقد الإيجار، تعديل قانون الإيجارات، بحكم أنها ربما تأتي عقود وتتغير ويتم زيادة الإيجارات على يعني بعد سنتين، إلا عندهم بدل إيجار كافي يعني يعوضهم عن فروق الإيجارات. ثاني شيء، المواطن إذا تزوج سكن عند أهله، سكن في بيت مستقل، يستحق هذا البدل، بدل ما نلجئ المواطن إلى الخروج من أهله ونكون سبب في قطيعة الأرحام أو تفرغ العائلة، أو الشيء الآخر أنه يخرج من أهله ثم يعود إليهم بعد أن يقدم، يعني مثل ما قال أخوي أبو أنس أحمد مليفي، قد يضطر بعض المواطنين إلى التحايل من أجل الحصول على بدل إيجار، أو يعني ربما اللجوء إلى طريقة تحرج المواطن. الآن بصراحة لا يحتاج المواطن إلى اتباع أي أسلوب آخر، مباشرة بعد ما يقدم طلبه بالحصول على بدل إيجار يأخذ بدل إيجار، سواء كان عند أهله أو في بيت مستقل. ثم تم إلغاء موضوع السقف، وهذا أيضا شيء إيجابي. والأمانة نسيت أن أشكر الحكومة على الموقف. أنتم ويانا موافقين قبل لا أشكركم، موافقين طبعا، ها؟ لا شلون؟ لا موافقين، لا بنشكرهم، لا الحقيقة نشكرهم، اللي عرفت أن الأخ بدر موافق مع الأخوة أعضاء الحكومة، فأيضا نشكرهم على، لكن خطوة إيجابية راح نشكركم عليها، وراح نوقف وياكم وندعمكم على كل خطوة فيها خير الكويت وأهل الكويت، وهذا الظن فيكم إن شاء الله مع أخوة النواب. النقطة المهمة الأخ الرئيس، أن هذا أيضا نوع من مشاركة المواطنين في توزيع الثروة، بحيث أن ما دام الإيجارات ارتفعت والمداخيل ارتفعت أيضا يخفف العبء عن الأخوة المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج أو اللي يسكنون في بيوت الزوجية. وأيضا يدفع الحكومة الأخ الرئيس إلى الاستعجال لحل مشكلة السكن. تبي ما تدفع 150 سكنه ببيته. أخونا بدر جزاه الله خير منوي خير من زمان، نوايا الخير، وبشرنا بمدن في المطلع ومدن أخرى في الجنوب كذلك. نأمل إن شاء الله أن تترجم هذه الإنجازات إلى واقع، وأن نرى هذه المدن، لأني أنا أسمع مدينة الصبية من عرفت العلم، وأظن بوبيان بعدها من عرفت العلم، جسر جابر كنا قبل تخرج، يمكن من تخرج في الثانوية وهم يقولون عن جسر جابر، كنا نروح البر. الصبية يقول لا ترى بيطلع قطوع، تطلعون قطوع أبد من البحر ولا الصبية، ولا اليوم عسى نلحق عليه إن شاء الله يا الأخ الوزير. فنتأمل إن شاء الله أن تحل مشكلة السكن ويخف انتظار المواطنين، وأثناء انتظار المواطن نخفف العبء عنه بزيادة بدل الإيجار وتخفيف إجراءات وسبل حصوله على هذا البدل بدون أي تعقيد أو مشاكل. ويستاهلون الشباب، وربما مو شباب، حتى في ناس بحكم تأخر دورهم في السكن يقعد 13 سنة يصير ريال كبير يعني على ما يلا دوره بالسكن. فنأمل من الأخوة جميعا إغرار هذا القانون، ونتأمل أيضا من الحكومة أن تتعاون معنا دائما، كما هذه البداية المبشرة بالخير من كادر المعلمين، جزاهم الله خير إخوان المعلمين اللي أنصفتوهم وأقل من حقهم، لكن احنا اليوم شفنا الإعلان يشكرون في الحكومة، ونبارك هذه الخطوات. كذلك قال المطبوعات، ونأمل بالمتقاعدين الحكومة تنصفون إخوان المتقاعدين، اللي يرد ديناره يسقط عنه جميع الفوائد. ونأمل أن تكون أيضا حكومة مبادرة وإيجابية في هذا الموضوع وهذا الموقف. احنا كلمنا سمو رئيس الوزراء والأخوة في هذا الأمر، ونتأمل أن نرى قريبا هذا الأمر يعني مترجم إما بقانون أو بمرسوم يصدر للمتقاعدين. شكرا.